يوم نتيجة الثانوية العامة، أنا عارفة قد إيه اليوم ده يوم صعب ومصيري على أي حد في ثانوية عامة. على فكرة أيا كانت نتيجته، جاب مجموع أو ما جابش، هيدخل الكلية اللي طول عمره فضل يحلم بيها أو مش هيلحقها. فاسمع مني في دقيقة واحدة بس الكلمتين دول، علشان وأنا قدك وفي نفس موقفك كنت أتمنى إن أنا ألاقي حد يقولهم لي. أول حاجة هدي نفسك كده وصلي على النبي، وصدقني أنا مقدرة جدا الحالة اللي أنت فيها، خصوصا ان يوم نتيجتي انا في ثانويه عامه عدى عليه حوالي 7 سنين دلوقتي، ولسه بتوتر مجرد ما اسمع سيرته او حتى افتكر اللي حصل في اليوم ده، من كتر ما كان يوم تقيل كده وليه هيبه. ولو ان مجموعي في ثانويه عامه ما كانش قليل يعني نسبيا، انا كنت معديه ل 90%، فده يعتبر مجموع ما كانش قليل، بس التنسيق كان عالي جدا، فانا يعتبر بذلت مجهود على الفاضي، لان مجموعي ما تارجتش على ولا كليه من الكليات اللي انا كنت عايزاها. انا كنت عايزه كليه صيدله، عايزه اقول لكم ان انا حتى ما لحقتش اجيب كليه علوم. تنسيق اختار لي ساعتها الرغبه 29 اللي هي كانت كليه الاداب جامعه القاهره. وحد مكاني دلوقتي هيبقى متفاهم الصدمه بتاعتي، خصوصا لو هو دخل علم علوم وعمره ما كان متارجت على كليه ادبيه يدخلها في حياته، هو بيقولوا علميا وهو صغير. انت ما جبتش مجموع فمش هتلحق الكليه اللي انت عايزها، انا جبت مجموع برضه ما لحقتش الكليه اللي انا عايزاها، فاحنا اتنين في الهوا سوا. كل الاحوال ان انت كسبان هنا سواء جبت مجموع عالي، وانت كسبان هناك سواء جبت مجموع قليل. اهم حاجه ان انت خلصت ثانويه عامه وكفاره وعديتها، دي كفايه. السنه دي من اكتر السنين تعب اعصاب البني ادم، ما دام انت خلصت منها ده في حد ذاته انجاز. شوف بقى انت عايز ايه، وعلى فكره ربنا بيعوض، ما انا عندك اهو. عمري ما كنت اتخيل ابدا ان انا احقق النجاح اللي انا حققته لو كنت دخلت كليه الصيدله، لان هي مش نصيبي وربنا ما كتبهاش ليا، بالعكس ربنا كتب لي اكتر حاجه انا نافعه فيها دلوقتي اللي هي اللغات. فمن ورا كليه الاداب اللي دخلتها والمجموع اللي ما دخلنيش الكليه اللي انا عايزاها، لا حياتي باظت ولا مستقبلي اتدمر، بالعكس انا حققت كل حاجه انا نفسي فيها، ويمكن ربنا بيحقق لي حاجات كتير انا ما كنتش اتوقع ان انا اقدر احققها من زمان. وبالعكس كمان انا بيجي لي انفيتيشنز من كليات الطب والهندسه والصيدله، جامعات حكوميه وغير حكوميه، حتى الجامعه اليابانيه جالي منها انفيتيشن عشان اقف على الستيج بتاعتها وادي محاضره از انستراكتور، محاضر لغه ايطاليه وانفلونسر مؤثر على السوشيال ميديا. درست اللغه الايطاليه لاكثر من 1200 متسجل من جميع انحاء العالم، اسمي مسمع جدا جوه وبره مصر. بالنسبه للعرب اللي عايشين في دول اجنبيه، فرنسا، ايطاليا، المانيا، بلجيكا، استراليا، امريكا، دول كتير جدا انا معروفه فيها عرب ياخدوا معايا كورسات عشان يتعلموا ايطالي. وكمان ده غير العرب الموجودين في الدول العربيه وغير مصر. كمان درست اللغه الايطاليه جميع فئات المجتمع، دكاتره، مهندسين، ضباط، جيش، شرطه، صيادله، اي حد مهتم او مقبل ان هو يتعلم اللغه الايطاليه علشان هو هيسافر البلد دي، او عشان هو حابب اللغه، او عشان هو عايش فيها، كان بيتعامل معايا ما شاء الله، سابوا فيدباكس تشرف. بس حرفيا لو كنت اعرف اللي ربنا مخبيهولي من ورا كليه الاداب جامعه القاهره، ومن ورا مجموعي اللي ما خلينيش ادخل اي كليه علميه، ما كنتش عيطت يوم واحد بس ان انا ما دخلتش الكليه اللي انا عايزاها، لان ربنا حطني في اكتر حاجه انا هنفع فيها، وفعلا انا جايلك من المستقبل وهو نفعت الحمد لله. فحرفيا الثانويه العامه عمرها ما هتكون نهايه العالم، انا عايزاك تعقلها وتتوكل. اعرف ان ربنا مش هيسيبك، لا يضل ربي ولا ينسى.